قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطاء. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما دخل موسى عليه السلام وهارون إلى قصر فرعون يجادله، يذكره بالله عز وجل، لكن فرعون أبى، لم يستطع أن يواجه موسى عليه السلام فهدده بالسجن. فإذا بموسى عليه السلام يخرج له آيتين بينتين. أما الأولى فالعصا التي رماها موسى عليه السلام فانقلبت ثعبانا وخاف الناس. أما الآية الثانية فيده التي أخرجها فصارت بيضاء نورا يتلألأ والناس ينظرون. هنا فرعون خاف أن يفتن موسى الناس وأن يصدقه الناس، فقال للناس أن هذا الذي جاء به موسى سحر معروف لدينا، وإننا سوف نأتي له بسحر مثله وأكبر منه يغلب هذا السحر. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هنا استغل موسى عليه السلام الفرصة. تريد موعدا يا فرعون؟ تريد مكانا وزمانا لنتحدى نحن الاثنين؟ هل أنا على حق أم أنت والسحرة على حق؟ هذه فرصة موسى عليه السلام. ماذا تريد يا موسى؟ اختر اليوم واختر المكان والزمان. فإذا بموسى يختار يوم العيد، يوم الزينة، وليس أي وقت الضحى الذي يتجمع فيه كل الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، شرطي أن يحشر الناس جميعا، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى لما تسطع الشمس والناس كلهم ينظرون حتى لا يخفى على أحد من الناس شيء من المعركة. وفعلا جاء ذلك اليوم وجمع فرعون السحرة، قال ائتوني بكل ساحر عليم، ائتوني بأفضل ساحر في مصر، أفضل السحرة. وجيء لفرعون بكل السحرة، كبار السحرة، قيل بلغوا الآلاف من السحرة، اجتمعوا عند فرعون فقالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، سوف تكونون من المقربين عندي، من الخواص. وإذا بفرعون يجمع الناس ويحشر أهل مصر من الفراعنة ويحشر بني إسرائيل، كل الناس من قوم فرعون وبني إسرائيل. تجمع الناس ينتظرون تلك المعركة وذلك التحدي. خرجت المرأة مع أطفالها، كبار السن، الشيوخ، الصغار، النساء، الرجال، الكل خرج في ذلك اليوم ليشهد تلك المعركة الفاصلة. هل رب موسى وهارون على حق أم فرعون على حق؟ وتجمع الناس وآلاف السحرة الآن أمام موسى، ليس بيده إلا العصا. نصحهم موسى عليه السلام نصيحة، قال لهم في البداية ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
وقد خاب من افترى. لما سمعوا هذه الكلمات علموا أنها ليست كلمات إنسان عادي، ليست كلمات إنسان ساحر كما وصف لهم فرعون. تنازعوا أمرهم بينهم، اختلف الناس، اختلف السحرة. ما هذا الكلام؟ كلام غريب، كلام عجيب، ربما ينزل علينا عذاب كما يقول هذا الرجل. بعضهم قال لا نتحداه، وبعضهم قال بل نتحداه. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بعضهم ثبت البقية، قالوا لا عليكم، إن هذان لساحران يريدان أن يسيطر على هذه الأرض ويخرجاكم من أرضكم، اجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. تواجه الفريقان، فريق موسى مع العصا، فريق آخر آلاف السحرة بيدهم العصي، فإذا بهم يقولون يا موسى من سيبدأ؟ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. من يبدأ بإلقاء العصا؟ قال لهم موسى بل ألقوا، أنتم ابدأوا بالإلقاء. فإذا بهم يقولون قبل أن يبدأوا، وفرعون ينظر بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون لأنهم لا يؤمنون بالله. بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرح فرعون فألقى السحرة العصي، وإذا بكل عصاة تتحول ثعبانا عظيما، وتسعى آلاف العصي تحولت إلى آلاف الثعابين، والناس يتراجعون والناس يهربون، وموسى عليه السلام ينظر إليهم يخاف موسى أن يصد الناس عن دعوته. وإذا بهم ألقوا عصيهم فإذا بهم يأتون بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس كما قال الله عز وجل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. خاف الناس وفرح فرعون، وفرح الملأ الذين حول فرعون، وفرح السحرة. فإذا بموسى عليه السلام يوحي الرب عز وجل إليه وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان يبلع كل ثعابينهم، ثعبان عظيم لا يعرف كيف هذا الثعبان، لم يرى مثله قط. وإذا به يلقف ما يأفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. غلب السحرة لما رأوا هذا المنظر، علموا أنه من صنع الله عز وجل ليس من صنع البشر. خر السحرة كلهم سجدا لله عز وجل. فرعون ينظر والناس ينظرون. أي معركة هذه التي انتهت بسجود السحرة لله عز وجل. قصص نور قصص. قصص نور قصص، حكمة وصبر. استشاط فرعون غضبا مما حصل. السحرة الذين جاء بهم كلهم سجدوا لمن؟ سألهم فرعون قال سجدتم لمن؟ قالوا آمنا. قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا بفرعون يجمع السحرة الذين جاء بهم ليحاربوا دين الله عز وجل. جاء بهم فرعون ألوف السحرة. قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم قال لهم لولا استأذنتموني قبل أن تؤمنوا به. وهل ستأذن لهم يا فرعون لو استأذنوك؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم التفت إلى من حوله وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. نشر بين الناس بعد أن هزم، بعد أن فضح، نشر بين الناس أن موسى كبير السحرة وأنه سيدهم وهو الذي علمهم السحر، ولهذا سجدوا له. ظن أن الناس سيصدق هذا الكلام الهراء، ظن أن بني إسرائيل لن تقتنع بهذه الآية البينة. هزم فرعون،
ثم إذا به يهدد السحرة يقول لهم: إذا لم تتراجعوا عن دينكم الجديد وعن إيمانكم برب هارون وموسى أعذبكم، سوف أربط كل واحد على شجرة. وفعلا ربطه وقال: سوف أقطع لكل واحد إحدى يديه وإحدى رجليه، اليمين مع اليسار واليسار مع اليمين، سوف أقطعه قطعا، إما أن يتراجع عن هذا الذي فعل أو أعذبه. قال فرعون يهدد السحرة: قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فإذا بالسحرة الذين كانوا يحاربون الله ورسوله انظروا إلى ثباتهم، قالوا: لا ضير، افعل ما تفعل يا فرعون، فإننا آمنا بالله رب العالمين، لا يهمنا ما فعلت، قطع أيادينا، اقتلنا، اذبحنا، فإنما تفعل هذا في الدنيا ونحن لا نبالي بالدنيا برمتها. سبحان الله، كيف كانوا يحاربون الله وكيف ثبتوا الآن لا يخافون العذاب في الله عز وجل. قالوا: لا نبالي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وفعلا إذا بفرعون يذبحهم جميعا. كانوا في أول النهار سحرة كفرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. مع هذا قتلهم فرعون وهزم. إنها الجولة الثانية التي يهزمه فيها موسى عليه السلام. رغم أن السحرة آمنوا بالله عز وجل ورأى فرعون ما رأى من الآيات البينات، إلا أنه ظل على عناده وكفره وجحوده. موسى يدعوهم إلى الله وهم يصرون على الكفر والعناد والجحود. ازداد الكفر وظل الطغيان، فأنزل الله عز وجل في فرعون وقومه آيات، بلاء أنزله الله عز وجل على فرعون ليعود إلى الله عز وجل، ولكن أن لرجل مثل هذا أن يعود إلى ربه. أول بلاء نزل عليهم السنين، القحط، أصيبوا بقحط فهلكت الزروع وماتت الماشيح، وأصيبوا بجوع وعذاب شديد، فذهبوا إلى موسى عليه السلام يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم هذا البلاء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكانوا إذا نزل عليهم البلاء ذهبوا لموسى عليه السلام، يعرفون أن له ربا يستجيب له، لكنهم مع هذا لم يؤمنوا به. قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأعاد الله عز وجل عليهم الخيرات مرة أخرى، وزادت الثمرات مرة ثانية، فردوا في كفرهم، بل وظلوا في كفرهم وعنادهم، فأخذهم الله عز وجل بعذاب آخر. ما العذاب هذه المرة؟ طوفان. جاء طوفان فأهلك كل الزروع وغطى كل ما عندهم من ثمرات. فذهبوا إلى موسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك. فدعا الله عز وجل، فلما دعاه ظلوا على كفرهم وعنادهم، زال الطوفان ورجع الزرع مرة أخرى، وازدادوا بالكفر فأنزل الله بلاء آخر، جاءهم جراد فأهلك كل الزروع ودمر كل المحاصيل. قالوا: يا موسى ادع لنا ربك، إذا كشفت عنا هذا الرجز وإذا كشف ربك عنا هذا العذاب سوف نؤمن به. فدعا الله وذهب الجراد ورجع الزرع مرة أخرى، لكنهم ظلوا على حالهم. الطوفان ثم الجراد ثم القمل. ما القمل؟ حشرات صغيرة تأكل المحاصيل كلها. بعد أن خزنوها جاءت القمل والحشرات لتأكلها. فذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك. فدعا الله عز وجل فأذهب عنهم هذه القمل والحشرات، ومع هذا رجعوا إلى كفرهم واستمروا بطغيانهم، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا آخر. الضفادع، تلك الحيوانات انتشرت في آنيتهم، في بيوتهم، في غرفهم، على فرشهم،
غطت الأرض كلها. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله عز وجل فظلوا في كفرهم. نجاهم الله من بلاء الضفادع فأرسل عليهم عذابا أخير وهو الدم. كل مياههم تحولت إلى دم، لم يستطيعوا شرب المياه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ظل قوم فرعون على كفرهم وعنادهم وكبرهم رغم الآيات البينات، رغم ما نجاهم الله عز وجل به من عذاب، لكنهم ظلوا على كفرهم. تمادى قوم فرعون بذبح بني إسرائيل وتعذيبهم وقتلهم وسفك دمائهم. لم يتركوا طفلا ولا امرأة إلا استحيوها. قوم فرعون ازدادوا في تعذيب بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يصبرون ويتحملون، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخيه هارون: مروا بني إسرائيل أن يمكث كل منهم في بيته فلا يخرجن إلا لحاجة ضرورية، واجعلوا بيوتكم مساجد واجعلوها قبلة وأكثروا من الصلاة والدعاء. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لكن العذاب يزداد والبلاء يكثر على بني إسرائيل، حتى جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن في عذاب بعد عذاب وبلاء بعد آخر، ومع هذا بنو إسرائيل صابرون لا حول لهم ولا قوة. حتى أوحى الله عز وجل لموسى وأخيه هارون أنه قد جاء موعد خروجكم من مصر وهجرتكم منها. مروا بني إسرائيل في يوم محدد أن يخرجوا كلهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم وعجائزهم، فاستأذنوا من فرعون أن يخرجوا في يوم عيد لهم ليحتفلوا به، وصدق فرعون فخرجوا في تلك الليلة كلهم، مئات الآلاف، الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال والعجائز، كلهم خرجوا. فعلم بعد ساعات فرعون بالخبر فأرسل خلفهم وجمع جيشه، ولما جمع جيشه قال لهم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فعبأ تعبئة كاملة كل الجيش بل كل الرجال أن يذهبوا خلف بني إسرائيل ليحصدوهم حصدا. أراد أن لا يذر منهم رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا وقتله. وفعلا خرج فرعون وجيشه في إثر بني إسرائيل. قصص نور قصص. قصص نور قصص، حكمة وصبر. وصل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل إلى شاطئ بحر، البحر أمامهم. لما أصبح الصباح نظروا خلفهم فإذا هو فرعون يتراءى في الأفق، معه جيشه الذي يبلغ ربما مئات الألوف، جيش جبار. وصل إلى من؟ وصل إلى بني إسرائيل. البحر أمامهم، العدو وراءهم. موسى معه من؟ أخاه هارون، معه من؟ يوشع بن نون، معه من؟ مؤمل آل فرعون، معه الضعفاء والمساكين، معه العجائز والأطفال والشيوخ، معه من؟ موسى عليه السلام. لا أحد، ليست له أسلحة وليس معه جيش جبار، أكثرهم النساء لأن فرعون كان يقتل الأطفال الذكور. نظر الناس فخافوا، قالوا: ماذا نفعل وهذا البحر أمامنا؟
ماذا نصنع وفرعون قد أدركنا؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سوف ندرك الآن، خلاص انتهى الأمر، قضي علينا، فرعون وصل إلينا. وقد فرح فرعون وقال لجنوده انظروا كيف حبسوا بالبحر، البحر منعهم من الهرب، انظروا البحر كيف يقف معي، البحر حجزهم لنا، الآن سنقتلهم، الآن سنذبحهم. مع موسى عليه السلام من مؤمن آل فرعون كان على فرس، دخل في البحر بفرسه، رجع فسأل موسى عليه السلام قال يا موسى يا نبي الله أها هنا وعدك ربك؟ قال نعم هنا وعدني ربي. دخل مؤمن آل فرعون مرة ثانية ورجع بفرسه، يسأل من؟ يسأل موسى عليه السلام والبحر أمامه، يقول يا موسى أها هنا وعدك ربك؟ فيقول موسى عليه السلام نعم ها هنا وعدني ربي. أين المخلص؟ أين المهرب؟ فإذا بفرعون يصل ويقترب إليهم، فكاد أن يصل ويقتلهم جميعا، وقد استعدوا لذبح بني إسرائيل. هنا أوحى الله عز وجل إلى موسى، موسى كان واثقا بأن النصر سيأتي. لما تزعزع بنو إسرائيل ماذا قال موسى؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا يمكن أن يحصل هذا الذي تقولون، الله عز وجل معي ولن يتركني الرب عز وجل، توكل على الله جل وعلا. هنا أمر الله موسى، ماذا تملك؟ عصا بيدها المعجزات. قال الله عز وجل لموسى اضرب بعصاك البحر، فإذا بموسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه، فإذا البحر ينشق نصفين فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انشق البحر نصفين، كل جزء صار كجبل من الماء. يا الله، الماء لو انحسر صارت الأرض طينا، لكنها لموسى عليه السلام صارت يابسة. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، إنه البحر صار كجبلين وصار بينهما طريق. مشى موسى عليه السلام معه المئات الألوف من بني إسرائيل، النساء والشيوخ والعجائز كلهم يمشون بين البحرين. مشى موسى عليه السلام حتى تجاوز البحر، فإذا بفرعون يصل وراءهم الآن، وصل للبحر والبحر مفتوح. فلما تجاوز موسى أراد أن يضرب بعصاه البحر ليرجع كما كان، قال الله له لا يا موسى، اترك البحر رهوا، دعه هكذا، لحكمة أرادها الرب عز وجل. ماذا سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ فرعون الآن متردد، أدخل ولا ما أدخل؟ أدخل ولا ما أدخل؟ الناس يقولون له اذهب خلفه يا فرعون، أدركه يا فرعون سيهرب. وإذا بجبريل ينزل على فرس يحث فرس فرعون، يحثها على الدخول، فإذا بفرعون رغما عنه. فرعون كان يشعر أن في الأمر شيء، هو يعلم أنه نبي الله، يعلم أن موسى مرسل من عند ربه. فدخل فرعون في النهاية، دخل إلى أين؟ إلى مصيره الأخير. فلما دخل جيشه معه في البحر، فلما توسطوا البحر فإذا بالبحر يعود مرة أخرى، وإذا البحر بأمواجه المتلاطمة كله كجبل يسقط مرة أخرى على فرعون. يا الله، يا هذا المنظر، رجع البحر كما كان، البحر ثار على فرعون وجنوده، البحر جندي من جنود الله عز وجل، الآن يستجيب لله عز وجل، ينحسر لأجل موسى ويتلاطم كالأمواج كالطوفان على فرعون وجنوده. الآن جنوده يغرقون، الآن فرعون يغرق. في هذه اللحظات أراد فرعون وروحه تخرج من الحلقوم، أراد أن يتوب، أراد أن يؤمن. قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا أنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آمنت بإله موسى، بإله بني إسرائيل.
وجبريل يضع الطين البحر في فمه. الآن قال الله عز وجل لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن ما تنفعك التوبة. بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا ما مات فرعون، هذا ما يموت، هذا الذي عذبنا سنين طويلة ما يموت. فطفحت جثته، نجى الله عز وجل بدنه. قيل إلى اليوم موجود. فاليوم ننجيك ببدنك. رآه بنو إسرائيل وهو ميت ليتأكدوا أنه مات، أنه هلك. وقضي على فرعون فنبذناه في اليم وهو مليم. قضي على فرعون وجنوده. نجا بنو إسرائيل بفضل الله عز وجل، ونجى الله موسى ومن معه. ماذا سيفعل بنو إسرائيل الآن؟ ما المصائب التي سترتكبها بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ ماذا سيطلب بنو إسرائيل من موسى الآن بعد أن نجاهم الله عز وجل؟ وما الحوادث والقصص الغريبة التي حصلت لبني إسرائيل في التيه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنه موعد بينه وبين الله. اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه. إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. رجع موسى بيده الألواح، رآهم موسى يعبدون العجل ويرقصون حوله. إنه رجل اسمه السامري. رأيت جبريل راكبا على فرس، فإذا بالعقوبة تنزل على السامري. عقوبة من عبد العجل أن يقتل. يا موسى لن نؤمن لك. سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها. يضرب بعصاه حجر فينبع منه 12 عينا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أيتها العظام البالية لتكسو كل عظام ما عليها. فناداهم ملك الموت، ظنوا أن الساعة قد قامت. قصص نور قصص، حكمة وصبر.